بصوا يا حبايبي، احنا هنعمل صينية جمبري، بس هنحطها في الكيس الحراري. ده جمبري وده جندوفلي، جايبين جمبري على جندوفلي على صبيط. هنعمل معاه سمك بلطي، بس تحته بقى ايه صينية كده، لكن دوت الجمبري والجندوفلي والصبيط في كيس حراري. نحط معاه بقى عشان تكمل الفايدة الذرة اللي هي الحلوة دي. تمام. عملنا البصلة قطعناها تقطيع كده عشوائي كبيرة، وحطينا معلقة صلصة، وهنحط من التوابل بتاعة السمك برضو عليها، وبعدين نحط طماطم عشان طبعا صينية السمك وعشان الكيس الحراري. حطينا على السمك اهو زي الصيادية التتبيلة بتاعة الطماطم، وهندخلها الفرن بس يغلي غلوة كده على البوتاجاز الاول. حطينا هنا بقى في الكيس الحراري يا حبايبي الجمبري والذرة والصبيط والجندوفلي. هنحط بقى شرايح طماطم على فلفل على بصل، وطبعا تتبيله الثوم شلنا منها حبه اللي احنا تبلنا بيها السمك، شلنا منها حبه وحطيناها عليه. نحط دلوقتي البصل والطماطم والفلفل. الاكله دي يا حبايبي شفتها في محل عجبتني، جميله جدا. نقطع طماطمايه تاني عشان نحطها عليها، عشان خدت الطماطم للسمك الصينيه من غير زيوت ولا قليه ولا اي حاجه. الاول على البوتاجاز من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الطماطم اللي احنا عملناها بالبصل بالتوابل، كمون وجوز الطيب وملح وفلفل، ونقفلها بقى الكيس حلو ونحطه في الفرن واوريه لكم ان شاء الله لما يطلع. هتبقى اكله جميله وصحيه بياخدوا فيها في المطاعم فلوس قد كده. ندخلها بقى الفرن يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين اهو. هتاكلوا اطعم كيس حراري بالمأكولات البحرية، طعمه خطير، بيتباع بره بتمن غالي جدا اهو يا حبايبي. ندخله الفرن واوريه لكم بقى بعد ما يطلع. بصوا حبايبي، احلى كيس حراري فيه جمبري وجندوفلي والذرة اللي هي الحلوة دي اهي. شوفوا حتى الجندوفلي فتح ازاي، كان مقفول فتح في الفرن. صينية تحفة وريحتها جبارة ان شاء الله. نفتحها ونشوفها مع بعض. وهي صينية السمك كمان ما شاء الله اهي ما شاء الله عليها مستوية وجميلة. بسم الله ما شاء الله. نبقى نفتحها ونشوفها بقى مع بعض. بصوا يا حبايبي، طلعنا صينية السمك من الفرن اللي كانت مع الكيس الحراري، تحفة وريحتها روعة. وكمان البطاطس اللي تحتها اهي يا حبايبي زي الزبدة استوت، وطبعا لازم تبقى مرققة شوية، مرققينها استوت وبقت طعمها خطير وريحتها روعة. اللي هي تحت السمك دي مستوية وجميلة جدا ما شاء الله. ونشوف الكيس الحراري ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الجمبري اهو والجندوفلي فتح اهو. هنفتحه ونوريكم الصينية فتح هو في الصينية ازاي. في الكيس الحراري بيفتح على طول. انت تجيبي الجندوفلي المقفول خالص وتنقعيه فترة طويلة، واخدين بالكم، عشان بينزل الرمل. مادام مقفول يبقى ما فيهوش رمل، لو مفتوح وانت شاريه مفتوح كده يبقى غلط، لازم يفتح لما يستوي. ان شاء الله افتحها واوريها لكم. افتح يا حبايبي الجمال ده مع بعض. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. في المحلات بقى بيحطوها على الترابيزة كده بالمنظر ده،
يا اما يفتحوا لي في الكيس يا اما يقلبوها على الترابيزه. بصوا الجمال ما شاء الله، الجندوفلي فتح ازاي. بتمنى تجربوا الكيس الجميل ده المنوع كله فوسفور، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة في معلومة مفيدة مع نانا. باي باي.